السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل حاجة حلوة كده للولاد، سهلة وسريعة، وبدل ما بنشتريها من بره وكمان اسعارها ارتفعت جدا جدا نقدر نعملها. بصوا، بمكونات بسيطة جدا جدا وهتفرحي بيها اولادك وباشكال زي ما انت شايفة كده حلوة جدا. يلا صلي على الحبيب المصطفى وتعالي بقى نشوف هنعمل العظمة والجمال والكنز الحلو ده ازاي. في اي دورق كده عندك هتجيبي اي نوع جيلي انتي بتفضليه. انا فضلت جيلي الفراولة لان ولادي بيحبوه جدا، مش مانجا، اي نوع بتفضليه. هتحطي باكت الجيلي كده في قلب الدورق بتاعك، وكمان هتنزلي عليه بمعلقة ونص من السكر اللي هو السكر العادي بتاع الشاي بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، معلقة ونص بمعلقة الاكل بتاعتنا اللي احنا بناكل بيها الرز. تمام، صلي بقى على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وتعالي بقى هاتي جيلاتين. والجيلاتين ده جيلاتين حلال بنجيبه من عند بتاع الحلويات، وهننزل بمعلقتين هرميتين. وهنا بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى وهاتي كوبايه ميه مغليه سخنه مغليه زي ما انت شايفه كده، وسمي الله ونزليها على الكلام اللي احنا عملناه ده كله مع التقليب المستمر، تقليب جامد جدا جدا علشان خاطر تدوبي المكونات كويس. طبعا اكيد اكترنا بيبقى عنده قوالب السيليكون دي بتاعه الشوكولاته، بتعمل اشكال حلوه جدا جدا، فانا بعمله في قوالب السيليكون ديت. طبعا الحجم اللي انا عملته او الباكت اللي انا عملته عمل الاتنين السيليكون دول، وعمل كوبايه كبيره. قطعتها لهم طبعا واكلوها على طول يعني. هنبتدي ان احنا ننزل كده في قوالب السيليكون، وبعد كده هندخلهم في التلاجة، مش هتاخد بالظبط ساعه الا ربع معاكي وهتكون جاهزه. هنا بقى بنحطها طبعا في التلاجة على الرف، عشان محدش يسأل احنا بنحطها فين، على الرف بتاع التلاجة، وبتطلع معاكي حلوة. والاشكال بصي بتطلع معاكي بكل سهولة، حلوة جدا جدا. هتجربيها لأولادك بجد هيحبوها بأي طعم هم بيفضلوه. هنا بقى ما شاء الله الاشكال حلوة جدا ومغرية جدا، وبالذات في اللون الاحمر، وممكن نعمل لونين مع بعض. يعني نصب لون وندخله التلاجة، وبعد كده نصب عليه اللون التاني، هيطلع لونين، هيبقى شكلها حلو برضو قوي. فجربوها، واحسن ما بنشتري الحاجات دي من بره نعملها في البيت كده. بصوا تحفة بجد، واقول لكم السلام عليكم.